من اغرب القوانين اللي انت ممكن تسمعها في كوريا الشمالية، ممنوع اي مواطن في كوريا الشمالية يسافر بره البلاد الا باذن من الحكومة. انا رسول على الكلام. وفي حالة اي شخص يحاول يهرب في كوريا الجنوبية هيتم اعتقاله وهيتعذب وهيتعدم. ولو انت لقيت صورة الزعيم مرمية على الارض لازم تسلمها لاقرب مركز شرطة، ولو الصورة كانت مقطوعة او عليها تراب هتتمسك وهتتسجن. المرأة الحامل في كوريا الشمالية ممنوع وهي رايحة تولد يكون جنبها اي حد من قرايبها، ولا حتى زوجها ولا ابوها ولا امها، وتفضل بعد الولادة لوحدها، وممنوع تقابل اي شخص لمدة اسبوع. ولو ولدت 3 توائم لازم تسلمهم للدولة فورا، والدولة هي اللي بتربيهم وبترجعهم تاني للام لما يكون عندهم 4 سنين. وده لان عالم فلك اتنبأ باغتيال الزعيم على يد 3 توائم. كل الرجال في كوريا الشمالية ملزومين بالخدمة العسكرية لمدة 10 سنين، اما النساء بيبقوا في الخدمة لمدة 7 سنين. ما تنساش بقى تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتصلي على نبينا محمد.